في دعاء بسيط ناس كتير بتقوله من سنين، لكن قليل قوي اللي حس فعلا هو قد إيه مفتاح من مفاتيح السما. الصلاة الإبراهيمية اللي بنختم بيها صلاتنا كل يوم كانت سبب في تبديل حال ناس كتير قوي، من الحزن للفرح ومن الألم للراحة. النهاردة هحكي لكم عن ناس جربوها والنتيجة كانت فوق كل التوقعات. أول قصة معانا من محمود شاب ملتزم، بس كل مرة يروح يتقدم لبنت الموضوع بيفشل. بيقول إن في حاجة دايما مش مفهومة بتحصل. راح لصاحبه مرة وقعدوا يتكلموا في الموضوع شوية بهزار وشوية بجد، وبعدين صاحبه قاله بص، أنا ليا واحد قريبي كان عنده نفس المشكلة دي تقريبا. راح لشيخ بعد صلاة الجمعة وقال له المشكلة، قال له التزم بالصلاة الإبراهيمية لمدة 40 يوم واطلب من ربنا وخلي يقينك كبير. صاحبه كده كده راح وجرب وعمل اللي هو قال عليه، وبعدين رجعله وبيقوله في اليوم 41 اتعرف على بنت من عيلة محترمة قوي، وبيقول كان في بينا قبول غريب. بعد شهور قليلة كتبنا الكتاب وحسيت لأول مرة إني وصلت للي بدور عليه من سنين. بنت تانية اسمها إيمان بعتتلي بتقول إن هي في أواخر العشرينات اكتشفوا إن عندها ورم خبيث. دخلت في دوامة علاج وخوف ويأس، ربنا يشفي كل مريض يا رب. كانت بتصلي بس كان دايما في جواها انعدام للراحة. في يوم وهي بتدور على دعاء يريح قلبها ويهديها شافت فيديو عن الصلاة الإبراهيمية. الفيديو بيقول التزموا بيها واطلب من ربنا كل اللي نفسك فيه. إيمان بتقولي إن هي بدأت كل يوم بعد كل صلاة وقبل ما تنام وبعد صلاة الفجر تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كانت دايما بتكررها عشرات المرات، وكل مرة كانت بتحس إن في حاجة بتتغير جواها. بتقول عدت شهور، واحدة واحدة أشعاعات وتحاليل، واحدة واحدة الورم اختفى. الدكاترة كلهم مش لاقيين أي تفسير علمي، بس هي كانت متأكدة إن ربنا استجاب لدعائها بفضله أولا وبفضل الصلاة الإبراهيمية ثانيا. القصة اللي بعد كده سارة متجوزة بقالها 5 سنين، وكل سنة بتعدي كانت بتقول إن هي أصعب من اللي قبلها. مفيش أولاد ومفيش تفسير طبي. بدأت تدعي كل يوم من قلبها وبتقول فين الاستجابة. حد قال لها جربي الصلاة الإبراهيمية بنية الذرية الصالحة. سارة كانت بتقولها كل يوم 100 مرة بعد الفجر، ومع كل مرة كانت بتحس إن هي مش لوحدها. بعد 3 شهور الحمل جه، وأول ما شالت ابنها بين إيديها كانت عارفة إن كل سجدة وكل دعاء وصل. طبعا تعليق عن القصة دي إن طبعا كل دعاء بيوصل ربنا بيأخره لحكمة ليه إحنا ملناش أي دراية فيها، وربنا ينول كل مشتاق. اللي اتبعتلي بعد كده من شاب اسمه أحمد. أحمد اتخرج من سنتين وفضل يدور على شغل. بيقولي إن الأبواب كلها كانت مقفولة. بدأ يتعب نفسيا ويحس إن كل حاجة قافلة في وشه بطريقة مش مفهومة ومش مبررة أبدا. بيقول في مرة شاف شيخ بيقوله التزم بالصلاة الإبراهيمية واربطها بنيتك وشوف الكرم الإلهي هيبقى عامل إزاي. أحمد قال إن هو يجرب كل مرة بعد الفجر وبعد كل صلاة وقبل ما ينام يقرأ الصلاة الإبراهيمية على قدر المستطاع. ما كانش عاملها رقم معين، مش لازم 100 يا إما 150 يا إما 200، على حسب ما يقدر بعد كل صلاة. بيقول بعديها بشوية جاله تليفون من شركة كان ناسي أصلا اللي هو قدم فيها. اتصلوا بيه
وقالوا له أنت accepted، مبروك أنت مقبول. بس الغريب إن الوظيفة دي كانت أحسن من اللي هو يتمناها. ده برضه نفس تعليقي على القصة اللي فاتت، إن ربنا بيأخّر حاجة فعلًا عشان الأحسن، بيأثّر علينا بيوفّر علينا خطوات كتير أوي ومشوار كبير أوي بكرمه، وبيدّينا أكتر حتى من اللي إحنا بنتمناه. عشان كده لازم دايمًا نحمد ربنا على الخير وعلى التأخير اللي هو برضه خير لحكمته. القصة الرابعة بتقول من بنوتة اسمها ندى. ندى على كلامها وعلى هي بعتته لي، بتقول إن هي كانت بعيدة أوي عن ربنا، ومش بتحس بطعم أي حاجة في حياتها. حتى لمّا بتضحك كانت بتحس إن هي بتضحك من برّه بس في ضعف جواها هي نفسها مش عارفة من إيه. فتحت مصحف قديم في بيتها وفضلت تبكي. لقت ورقة سبحان الله، لقت ورقة مكتوب عليها التزم بالصلاة الإبراهيمية فهي مفتاح السكينة. قعدت تسأل عن الورقة دي، طلعت ورقة كانت حاطاها جدتها الله يرحمها، كانت حاطاها بين المصحف بخطها. ندى بتقول إن هي فضلت تقولها كتير أوي، مش عارفة ليه، بس كانت بتحس بارتياح كبير. بتقول بعديها بشوية بدأت ترجع لصلواتها، وبدأت إن هي تقرّب من ربنا بشكل كبير جدًا. بعد شهور نفسيتها اتبدلت، وبتقول قلبي بقى هادي، بقيت باشوف الدنيا بشكل مختلف تمامًا. القصة اللي بعد كده بتقول لبنت اسمها مريم. بتقول مريم كانت متعلقة بمامتها بشكل كبير جدًا. الأم اتوفت، ربنا يرحمها ويغفر لها. بتقول الدنيا اسودت في عينيها، كل حاجة بقت تقيلة، والدموع ما بتنشفش أبدًا. كانت بتقوم الليل، بس قلبها كان دايمًا مكسور، لحد ما سمعت صوت شيخ بيقول: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد". الصلاة الإبراهيمية مفتاح لطمأنينة القلب. فضلت تقولها كتير وكتير بنية الهداية. بدأت تقولها وهي بتبكي وهي بتسوق وحتى قبل ما تنام. بتقول إن كل مرة كانت بتقولها كانت بتحس إنها مش لوحدها، إن ربنا بيطبطب عليها. وبقت تقولها وتقولها وتقولها. أحيانا كمان كانت بتحس إن أمها سامعاها. بتقول الوجع لسه موجود وده طبيعي جدا، بس حاسة إن قلبها بقى مستسلم لرضا ربنا. القصة اللي بعد كده بتقول وليد. وليد كان عنده ديون تقيلة قوي، بيشتغل شغلانتين، فلوسه مش مكفية حتى نص اللي عليه. كل يوم كان بيصحى مفزوع، وكل ما التليفون يرن قلبه كان بيقع. كان بيقول يا رب افتح لي باب. في يوم في السجدة دعا من قلبه وفضل يكرر الصلاة الإبراهيمية. بيقول إن هو بدأ يقولها 100 مرة كل يوم، وأحيانا أكتر وأحيانا أقل. بعد أسبوعين جاله شغل جديد بدخل مضاعف، والحمد لله قدر يسدد جزء كبير قوي من ديونه. مش بس كده، هو حس إن ربنا بيقربه ليه من جديد. القصة اللي بعد كده بتقول لبنت اسمها يمنى. يمنى من السعودية. يمنى كانت بتعاني من اكتئاب مزمن، فقدت شغفها بكل شيء، حتى العلاج النفسي ما كانش بيجيب نتيجة. في يوم بتقول كانت بتقلب في المصحف، ووقعت عينيها على دعاء الصلاة الإبراهيمية في آخر الصلاة. يمنى جربت زي كل الناس اللي جربت، وزي ما أنا شخصيا كنت بجرب. وبتقول في الأول إن هي ما كانتش حاسة بأي حاجة، بس هي كانت بتكمل. بتقول إن في كل مرة كانت بتحس إن في ضوء صغير بينور جواها، واحدة واحدة، وواحدة واحدة بدأت تخرج من العتمة. لأول مرة حست إن هي عايشة مش بس موجودة. بتقول إن الصلاة الإبراهيمية مش معناها إن هو ده العلاج النفسي أو العلاج السحري، بس زي ما قلنا في الأول بيبقى فيه ضوء، تحس إن أنت مش لوحدك، تحس إن ربنا بيطبطب عليك. وواحدة واحدة، أنا زي ما أنا بسميها حتى لو أي حد اعترض، هي السحر الحلال. بتلاقي سبحان الله حياتك كلها اتبدلت.
القصة اللي بعد كده من ولد اسمه رامي. رامي على كلامه برضو إن هو ما كانش قريب أوي من ربنا، يعني كان بيصلي قليل ويفوت الصلاة كتير. حياته كانت كلها سهر، مشاكل، وقلق دايم. كان نفسه يتغير بس مش عارف يبدأ منين، وما أكن ما عندوش أي قوة حتى اللي هو يبدأ في رحلة تغييره. شاف بوست في مرة على الفيسبوك بيقول: الصلاة الإبراهيمية بداية الطريق. بيقول اللي هو بدأ يقولها حتى وهو بيعمل الغلط. كان بيقولها بس الغريب إن هو بعديها بدأ يكره الغلط، رجع للصلاة تاني، وواحدة واحدة قرب من ربنا تاني. الصلاة الإبراهيمية كانت زي زقة خفيفة، بس زقة غيرت سكته كلها. كلنا عندنا حاجات جوانا، وجع بقى، أمنية، سؤال، وكل قلب فينا بيدور على باب يفتحه. الصلاة الإبراهيمية مش ورد، ده مفتاح. جربها بإحساس وبإخلاص وشوف الإجابة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قولها كل يوم على قدر المستطاع، وسيب المعجزة على رب العالمين. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتكتب لي في التعليقات قصتك وإزاي الصلاة الإبراهيمية غيرت حياتك، وتشير الفيديو مع ناس بتحبهم وتتمنى لهم الهداية.